وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما ننسوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي متابعينا المحترمين، دعوة غريب مستجابة. ندعو لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويجبرهم وربنا يهون عليهم ويصبرهم ويقويهم يا رب على البلاء اللي هم فيه، ويرفع عنهم البلاء يا رب. اسأل الله العظيم انه يرفع عنهم البلاء يا رب، يرفع عنهم البلاء وانصرهم ويجبرهم جبر يا رب تتعجب به اهل السماء واهل الارض. والأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحم أبي وأرحم كل أموات المسلمين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. يلا حبايبي حطوا اللايكات والتعليقات وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بتاع صاحب العربية، وكمان قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو كله في الكومنتات. ماشي حبايبي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا بتاع ابو مالك طبعا خلاص كان اتفق بقى مع المحلاوي هنا يا جماعه. اول حاجه بصوا، هو شخص محترم جدا وشخص شهم جدا وشخص راجل جدا بجد بجد بجد. هو ما بيغلطش في حد غير اللي بيغلط فيه، طبعا مع اختلافي معاه في الالفاظ اللي هو بيقولها، تمام، لكن هو ما بيشتمش حد ولا بيغلط حد في حد غير اللي بيغلط فيه واللي بيشتمه واللي بيجي له على طرف. لكن هو شخص محترم وشخص نضيف، اقسم بعزة جلال الله. فببداية كده طبعا اول بداية اقول له ربنا يصلح لك حالك وييسر لك امرك وربنا يسعدك ويرضيك يا محلاوي، زي ما حاولت انك انت تساعد طارق وتتواصل مع صاحب العربية وتصلح الموضوع بينه ما بين طارق بدون اي مشاكل ولا بدون اي حاجة. فرق كبير قوي يا جماعة بين محلاوي اللي هو ما يعرفش طارق وهو ملوفيش عشرة بينه وما بين طارق، هو كواحد طالع وشايف ناس مظلومة بيدافع عنها، وبرغم كده بيتهاجم وبيتشتم وبأهله وتسبوا ويجيبوا صور بناته ويجيبوا صور مراته ويجيب معرفش ايه ويطلعوا يشتموه ويغلطوا فيه ويسبوا فيه. تمام، تعالوا نشوف بقى ولاد البلد اللي هو احمد عبد العال وفسه. مين اللي طلع على طارق وطلع على حلمية؟ مين اللي طلع يسب نرمين وشتمها وغلط فيها؟ مين اللي طلع خان طارق وخان المجالس بتاعته؟ مش هو فسه، مش هو احمد عبد العال. تمام، هم حبوا ياخدوا بنط على طارق. فبصوا في فرق كبير قوي من ابن البلد من اللي هو ما يعرفوش. تمام، فالست حلمية دي لك الله، طول ما انت لك الله ومعاك الله يا ست حلمية هتلاقي الكل 100,000 واحد يقف جنبك ويقف جنبك ويساعدك انت واولادك اللي ما يعرفوش. انا على نفس الست دي لا اعرفها ولا قابلتها ولا شفتها في حياتي، وقسما بعزة جلال الله ولا تواصلت معاها عمري لا هي ولا اولادها، اقسم بالله. لكن انا شايفة في الست دي وقع عليها ظلم، وقع عليها حقد وغل من اختها من 5 سنين، وانا متابعه الناس دي من بدايه الست حلميه لما كانت مع داهيه في فيديوهاتها وقصتها. لو عايزين نحكيها لكم اطلبوها مني في الكومنتات واحكي لكم قصه من 5 سنين داهيه اللي عاملاها في حلميه. فاحنا ما حدش يقول ان كنتوا بتاخدوا وتقبضوا. اقسم بالله انا ليا 5 شهور ما قبضت من القناة لحد وقتنا هذا، وبقول يا رب يكمل القبض الشهر ده علشان اقبض 5 شهور. يعني الحمد لله الواحد ما بيدخلش قرش على اولاده حرام، ما بياخدش حاجه من حد حرام. عشان المتابعين اللي بييجوا يقولوا ان كنتوا بتكيلوا بمكيالين، عاوزه اقول لها انك انت اللي بتكيلوا بكيل بمكيالين. انتوا لو شايفين الظلم اللي واقع على الست دي وانهيارها وكسرتها وقعها وبخراب بيت بنتها وتهديد ابنها بالقتل والكلام ده، يبقى انتوا بتكيلوا ازاي؟ ولا انتوا بتبصوا بانهي عين؟ انتوا ما عندكمش عيون اساسا حتى تبصوا بيها. فانتوا لو انتوا جيتوا كيلتوا بمكيال واحد، شوفوا الست اللي هي شغاله ترمي على اختها في التعليقات وتلمي قصدي عفوا في العناوين وترمي عليها هي ومنار الملهوش لازمه اللي بيشتمها وبيقول لها كلبه وحشره وبيهددها ان انا لو جيت عندك همسكك وارميك واقتلك. يعني ما تقولوا لي يا جماعه هو في ايه الناس دول فعندهم عادي جدا يهددوا يقتلوا ويموتوا. هي الست حلميه دي واقعه من قعر القفه ملهاش حد، بس هي بصراحه من ناحيه ملهاش حد لانه ما فيش راجل في عيلتها، ما فيش راجل اساسا في البلد دي كلها. بلد كتامه دي ما فيهاش راجل. لو فيها راجل بيتقي الله وبيخاف ربنا هيطلع يقول اللي بيحصل مع الست حلميه دي ما يرضيش ربنا ولحد كده وكفايه. فين البلد؟ فين اساسا العمده بتاع البلد دي واللي ماسك البلد دي؟ فاحنا بنضحكش على بعض. هنا في الموقع ده الست دي مظلومه هي واولادها
ولكن ليهم ربنا، ليهم الناس الغريبة اللي بتقف لهم زي المحلاوي، زي القنوات اللي بتدافع عن الست حلمية، ليهم ربنا سبحان الله وتعالى، ليهم ربنا. المهم تعالوا بقى نتكلم بقى في الموضوع اللي هنتكلم فيه، اللي هو موضوع الراجل صاحب العربية اللي هو ابو مالك. يعني هو طبعا مشكورا ليه بعد الحوارات اللي طلع اي نعم هو قابل كلام كتير من الناس، بس برضو يا ابو مالك انت اللي طلعت وفتحت بس مباشر واتكلمت وعملت كل ده. ما انت كان ممكن لميت الناس في البلد، يا جماعة تعالوا شوف 1 2 3 حاصل، يا جماعة في كذا كذا. انت اللي طلعت على المنصة الاول يا ابو مالك، وانت اللي اتكلمت في الموضوع، وانت اللي طلعت من عندي واحد انت عارف ان هو بيشتم في طارق وبيغلط في طارق، وفي قعدتك كانوا بيشتموا فيه وبيغلطوا فيه، وكان فسه بيجرح فيه. انت عارف حاجة زي كده. فعشان كده انت يا ابو مالك اللي حطيت نفسك في مكانة مش مكانتك، انت اللي حطيت، وانت اللي خليت الناس تطلع تهاجمك بس، وانت اللي طلعت زي ما انت قلت في منصات، كل منصة ليها منصة ضد منها، فانت اللي طلعت واخترت كده. انت زي انت البداية من كده يعني، فاهم؟ المهم طلع بقى وقال ان بعد كده اي حد هيطلع يتكلم على لساني وهيقول اي حاجة على موضوع العربية، وقال لها اي حاجة تشغل العربية ولا يتدخل في اي حوار يخص العربية غير انا وطارق، هسمعه كلام ما يعجبهوش وهغلط فيه ومش هسكت له، ومش هسمح لحد ان هو يتعدى حدوده ويقول اي كلام يخص العربية غير الكلام اللي انا عاوز اعرفه. عن الرسائل معروفة. وبقى ليه بقى؟ لاني احمد عبد العال اول امبارح فتح بس مباشر وبيتكلم على طارق وبيقول له انا كنت في العربية ولا كنت في موضوع العربية ولا ماليش دعوة بموضوع العربية. اساسا محدش ذكرك يا احمد يا عبد العال في موضوع العربية، ولا طارق ذكرك نهائي في موضوع العربية. زي ما انت قلت برضو على الست حلمية ان هي شتمتني وغلطت فيا في البث المباشر، والناس كلها كانوا عندي يكتبوا لك ويقولوا لك ما حصلش، الست حلمية لا شتمتك ولا غلطت فيك ولا جابت سيرتك، وانت مصمم انك انت بتقول ان الناس دي شتمتك. وقلت طارق جاب سيرتك في العربيه، هو اصلا ما جابش سيرتك في العربيه وما بيجيبش سيرتك، وبيقول انك انت واحد فاضي مش دماغه معاك اساسا. هو ما حدش بيتدخل في الموضوع وفاتح حوار الموضوع وبيتكلم معاه صبح وليل ومساء غير فسه اللي عاوز يعمل مصلحه من ورا الحوار، غير اللي عاوز يطلع له بفلوس. فالراجل هنا جه نهى كل الحوار، قال لك الموضوع اي نعم الموضوع ما خلصش، بس الموضوع لحد الان خلاص ماشيين في الموضوع، واللي دخل في الموضوع مشكورا المحلاوي هو اللي هيخلص الموضوع، وهو اللي اتفق معايا الموضوع هيخلص، وماشيين في الطريق باذن الله ان هو خلص الموضوع، وان شاء الله هيخلص على خير الموضوع. وانا بقول من هنا ان اي حد غلط فيا وشتمني وسبني وقال فيا اي كلام، لو ما طلعش اعتذر دلوقتي وقال ان انا بعتذر للشخص ده وان انا غلطت في حقه، يبقى وقتها هعمل وهمشي قانوني وهشتكي كل الناس، لاني انا ليا مكان في بلدي، ف مكان يعني هو ليه مكانه يعني، فمش عاوز مكانته تقل في الموضوع. انا هقولك من هنا يا ابو مالك، انت في البداية انت اللي غلطت في حق نفسك لما طلعت مع ناس زي دي، انت اللي غلطت في حق نفسك، لما طلعت واتكلمت في المنصة. بس لكن الفيديو بتاعك ده وطلوعك دلوقتي مشكورا ليك طبعا، ونشكرك جدا جدا، يعتبر انت برضو بتدعم طارق معاه في الموضوع. وفي نفس الوقت انت قلت ان كمان ان الراجل المحلاوي مشكورا طلبت منه خدمة وعملها لي قبل ما انا حتى اعمل له الخدمة اللي هي بتاعة العربية. عشان تعرفوا بس يا جدعان، الرجاله دي بتبقى افعال ما بتبقاش كلام. يعني فسو واحمد عبد العال والناس دي كلها بتهرف المهري. احمد عبد العال ده بتاع شعارات مش اكتر، بيطلع بس القانون والبلد والسفاره والحماره بس هو اللي بيتكلم فيه. لكن معلش انا لو هاجي اقول له انك انت بما انك انت بتتكلم على اهل بلدك وبتتكلم على سب الستات اللي في بلدك، معلش انت كنت فين لما نرمين بتتفبرك وانت عارف ان السكرينات بتاعت نرمين مفبركه؟ فانت بتتكلم كنت فين انت وقتها؟ لما طلعتش ليه قلت ان بنت بلدي دي بريئه وما حصلش، والكلام ده كله كذب ومفيش اي حاجه من الدليل ده؟ كنت فين انت؟ فانت ما تضحكش على نفسك وتقعد تتكلم بشعارات وخلاص. لكن فسوا بقى يا جدعان، خد بقى المنصه على اتجاه تاني. انا دلوقتي بقى بفتح كل يوم بس وافتح موضوع طارق، وطبعا هو مستغل المتابعين اللي تعد داهيه طبعا، اللي هي بتخطط له وبتمشيه. كل مالك يا فسو، ما ربنا بيكشف سترك انت وداهيه من الخطط بتاعتكم اللي انتوا بتخططوها، كل ماله ما ربنا بيكشف ستركم.
وبيفضحكم ان كنتم هتخططوا للست حلمية ولاولادها علشان تخليهم ان هم يقفلوا قنواتهم، وعشان تخليهم ان هم يقعدوا على جنب، وعشان تخليهم يرجعوا لنقطة الصفر. بس ما تعرفش اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. فانت بقى ايه، اقعد بقى على جنب يا فسو كده واحسبها احسن لك، بدل ما هتطلع في الاخر هتشيل. قلتها لك كذا مره، انت اللي هتحاسب على المشاريب، انت اللي هتحاسب على المشاريب. لكن ابو مالك طبعا مشكورا استاذ محمد طلع وقال الكلام ده كله ووضح الكلام، وقال ان الموضوع بتاع العربيه خلاص في طريق ان كل واحد فينا يخلص. وكمان قال لو طارق ليه حق انا هطلع واقول ان طارق غلطت فيه 1 2 3، وطارق ليه حق عندي. ولو انا ليه عندي طارق حق هقول اني انا ليا حق عند طارق ولازم اخده وكده كده، ولازم يطلع طارق ويعتذر. ففي تلك كل الحالات هنا الموضوع محكوم بين طارق ما بين صاحب العربية. لكن فسو مش من حقه يطلع يتكلم على العربية اللي هو اساسا طالع يبلطج على طارق، واخره هو عاوز ياخد فلوس هو ومراته. وحوار بنتي كمان، بنتي نرمين، يعني بجد بجد حوروه وكبروه وعملوا الموضوع اكبر من حجمه. يعني الحوار بتاع نرمين وبتاع بنتها والتعليقات والكلام اللي كتبته، يعني هي اساسا المتابعة اللي دخلت عند محلاوي، والمتابعة دي كتبت قالت نرمين بتقول حصل 1 2 3 مع بنتي مع مرات فيسو. فسو ده ولا فيسو؟ قالك قال بس المتابعة هي اللي كتبت مش نرمين اللي راحت كتبت. فكل كل الحالات بصراحة انا بغلط ابو احمد، وكل فيديو وكل مكان يتذكر فيه نرمين ويتذكر فيه الموضوع ده اقول ان الراجل اللي ما يبقاش سند لمراته ولبيته ويبقى سند لمراته. وازاي احكم على مراتي واحد يجيب لي حتة كومنت وقول لي دي مراتك كتبت ده وحطيته عندي قناه فلان وقناه علان، انا اخد قرار نهائي واروح اخد قرار ان انا اطرد مراتي وارميها بره؟ فين الثقه؟ فين دي؟ يبقى انت ولا عندك ثقه بمراتك ولا حتى سنتي واحد يا ابو احمد. فاحنا ما نضحكش على بعض هنا. برضو كل ما يتذكر الموضوع اقول انك انت غلط مش صح، ولا اي حاجه من اللي انت عملتها صح، وانك انت خذلان نرمين على ايدك. انت فعلا بجد ذبحتها بسكينه تلمه وسلمتها للمنصات اللي انت شايفها، اللي المنصة في منصة من بعد المنصات طالعة بجد الواحد اساسا يعني ما يذكرش اسمها، لان هي ما تستاهلش ان هي يتذكر اسمها، لان هي واحدة ما بتتقيش الله وما بتخافش ربنا. لما هي طالعة بتقول اني هي بتعمل كل الحاجات دي علشان خاطر تتطلق من جوزها عشان تتجوز المحلاوي. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك، انت معاكي ولاية فربنا هيقعد لك في ولاياكي، وهتجربي وتشوفي الاتهام الباطل وصب الاعراض اللي انت بتسبيها لنرمين ده ان شاء الله هيخلص فيكي وفي ولاياكي. ده انت بتخافيش ربنا، بتتقي الله في حالك وتتقي الله في نفسك. الست اللي معتربي اولادها والست اللي قاعده عملت المستحيل عشان يحصل حمل من وتجيب ولد ولا تخوي بنتها، كل ده لو هي في نيتها حاجه زي كده هتعمل كل ده؟ وبعدين الراجل محلاوي مع احترامي لكل الجميع اقسم بالله راجل عمر ما شفنا منه اي نوع من انواع الوساخه ولا اي متابعه بتكتب عنده بطريقه محترمه بيسمعها اي كلمه غير كل كلمه وكل احترام ليه، كل احترام وكل تقدير. انا على نفسي اختلف معاه في الالفاظ، لكن بجد بجد اضرب له تعظيم سلام لانه هو راجل بمعنى الكلمه. لكن انت لما بتتقيش الله وما بتخافيش ربنا تتهمي نرمين وبتسبيها وبتسب محصنات، سب محصنات وقتي قدامي على العلن انك انت تتهميها وتقول ان هي بتعمل كل الحوارات دي وعاوزه تنفصل من ابو احمد عشان خاطر تروح تتجوز محلاوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انتوا ناس ما بتخافوش ربنا وما بتخافوش الله وما بتتقوش الله بجد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي اولا يا داهيه، لانك انت السبب في كل اللي بيحصل لحلميه ولاولادها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وشمتك في اختك واولادها ان شاء الله تشوفيه وتجربيه، وكل واحد له حق عند التاني ربنا ان شاء الله يقص منه قصاص صعب جدا. دول اتباعك ودول اللي انت مطلعوه.
نرجع نقول ونعيد الكلام تاني، موضوع العربية منتهي خالص نهائي. وموضوع العربية بقت فيه رجالة، رجالة بجد، رجالة ما تعمل حاجة لله، مش رجالة بتاخد فلوس عاوزة 35,000 عشان تخلص حوار القضية. يا ابن بلده، يا اللي انت المفروض تبقى خايف عليه وتقف جنبه. لكن بجد انتوا رجالة من الاخر كده مالكمش اي لازمة حقيقة. فخليك بقى في شرف مراتك وكرم مراتك وعيب بيتك واهل بيتك والكلام ده لمراتك اللي صورها ماليه الدنيا كلها وماليه المواقع كلها. غير ان مراتك اللي ما بتخافش ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيها، دينا ولا داليا ولا اسمها داليا، لما طلعت شتمت وبهدلت وقالت اقصر الكلام على التيك توك في بث مباشر على التيك توك في حق نرمين. قالت اقذر الكلام وبهدلت الدنيا وخربت الدنيا وشتمت الدنيا. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فسو انت ومراتك. يقعد لك في ولاياك وتجرب اللي انت بتعمله في طارق وحلمية ونرمين. ومش حلمية اللي هي ست بنت حرام، ده انتوا اللي ولاد حرام، انتوا اللي ما بتخافوش ربنا، انتوا اللي ما بتتقوش الله. انت رجيت المعلومه غلط. انت المفروض انت كنتوا فاكرين تحت القبه فيها شيخ الست حلميه دي. ست حلميه دي ست بسيطه وست غلبانه ويومها بيومها. كنت رحت دورت للي مطلعاك دي وبتاخد منها فلوس، روح حط لها مبلغ كده كويس. دي اللي يقول لها من اين لك هذا. قول لها كلها، قول لها لما انت ركبت ابنك عربيه ب2 مليون وجايبه له شبكه بنص مليون وبتعملي كل الشبكات وبتعملي فروح وبتعملي كل الحاجات اللي انت بتعمليها كلها دي، قول لها منين ده كله. مش بدل ما انت طالع على الغلبانه المسكينه، ولا انتوا اخركم كده مالكمش غير ان تطلعوا على الناس الغلابه. فمن هنا اقول لصاحب العربيه طبعا شكرا ليك وشكرا لدعمك لي طارق، وشكرا جزاك الله كل خير على الكلمتين اللي انت طلعت وقلتهم. هنعلق على البث المباشر اللي طلع به طارق امبارح وقال خلاص انا بعتذر لامي والله وبعد كده انا مش هطلع لا صد ولا رد ومش هعمل غير القناه بتاعتنا تبقى محتوى. وحاول ان هو يطمنا على الست حلميه بس قال ان هي تعبانه برضو، وفي نفس الوقت ان محتاج الدعاء بتاعكم ان كنتوا تدعوا له. وفي نفس الوقت قال يا جماعه ان فعلا حقيقي خلاص الموضوع انتهى. وبرضو بيقول لك انه موضوع نرمين ان هو بسيط وخلاص. طبعا بيقول الكلام ده علشان خاطر طبعا يهدى الموضوع. عاوزه اقول لك يا طارق المفروض ما تقولش حاجه بسيطه زي كده. لا، جوز اختك حقيقي غلط، وجوز اختك حقيقي ما بقاش سند ليكم ولا ظهر ليكم. جوز اختك فرط فيها من اول كومنت واحد ملهوش لازمه ورهولها. فاقول لك هنا فعلا حقيقي لازم يتعمل له موقف. وعلى فكره انتوا اللي عاملين كده في ابو احمد. على راي متابعه كتبت لي انك انتوا بتعملوا له يعني مساحه اكبر من اللازم وخايفين انه نرمين تطلع طبعا عشان خاطر ان هي كانت مطلقه قبل كده. فبجد على فكره مفيش مشكله، حتى لو اتطرقت تاني واخدت ولادها وقعدت بيهم واكلتهم وشربتهم وعملت لها قناه وتصرف عليهم، وقسم بالله العظيم ده شرف ليها من واحد ان هو قال لي واحد جاب له كومنت وقال له مراتك عملت 1 2 3، قال اعتذر له ويشد ومد في الكلمه ويقول ان هو اعتذر لي وان هو قال لي ان هم مش هيقدروا يعملوا محاضر ويعملوا اي حاجه، وانا اللي قدامك اللي انا مسؤول لو حد عمل محضر. فبجد الموضوع مش بسيط يا طارق، واتمنى ان كنتوا فعلا تاخدوا يعني حتى لو انتم مش عاوزين توصلوا المعلومه وتكبروها اكبر من اللازم على منصه اليوتيوب، المفروض تاخدوا على الاقل خطوه ايجابيه بينكم ما بين نفسكم. دي بجد لازم يبقى في خطوه ايجابيه، لان معلش اختك ما تبقاش ملطشه. مش اول ما يحصل اي موقف ولا اي حاجه يقول لها يلا مع السلامه وياخد منها العيال والكلام ده كله. وفي نفس الوقت يا طارق اتمنى فعلا حقيقي يبقى لا في صد ولا رد. خلاص القناه فعلا حقيقي وقعت، يعني انت وقعت الريتش بتاعها. وانت كنت السبب الرئيسي يا طارق في وقوع القناه دي. فانت يا طارق بعد اذنك لو سمحت يعني ربنا يكرم ان شاء الله الست حلميه طبعا، لاني كتر خيرها بصراحه. يعني الخبط والرزع فيها ليه 5 سنين، لكن الهبده دي كانت هبده صعبه قوي. طبعا ابنها قدامها بيهددوه ان هو يتقتل، وكمان بنتها بيتها اتخرب وجت قاعده جنب منها. فالموضوع فعلا حقيقي صعب على الست دي. فربنا يعينها. ايام نكون احنا كقنوات او كمتابعين، المتابعين تعبوا جدا، وكل ما في حد بيقول لك تعبنا وبنخش بطاقه سلبيه موجوده في اليوتيوب من الحوارات اللي بتحصل والكلام ده. فنقول للست دي بصراحه الله يكون في عونها، ربنا يعينها ويقويها على اللي هي فيه. وان شاء الله ست حلميه احنا عارفينك قويه، هترجعي وهترجعي بقوة وهترجعي اكتر واكتر، وحب الناس كمان بيزيد في قلبك وبجد في قلبنا من ناحيتك. فبجد ربنا يعينك يا ست حلمية ويقويكي، وربنا حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم ظالم مفتري يجي عليك ويفتري عليكي انت واولادك. ربنا ينتقم منهم حسبي الله ونعم الوكيل. فوضنا امرنا لله في كل واحد يظلم الست دي ويجي عليها.
واتمنى يا طارق فعلا يكون دي اخر حواراتك، واتمنى يا طارق يعني تحاول تستنضف الناس اللي انت تقعد معاها وتتعامل معاها وتتواصل معاها، لان الصاحب ساحب. فانت بتصاحب حد كويس انت بتبقى كويس، بتصاحب صاحب وحش يبقى انت بتبقى وحش. فهقول ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. حبايبي لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، قولي لي رايكم في الكلام اللي انا قلته. وفعلا بجد اتمنى من كل قلبي تدعوا للست حلمية ان ربنا يشفيها ويعافيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.